طالعين نعلف الحمام، والكيس بتاع الخلطة اتقطع مننا النهاردة، وقلنا لازم نصور لحبايبنا فيديو وحاجة جميلة كده لاخواتنا وحبايبنا ومتابعينا عشاق الحمام الزاجل، عشاق الحمام البلاك، عشاق الحمام الجين أردن والجانسون. طبعا الغية بتاعتنا المتواضعة زي ما احنا عارفين وزي ما حبايبنا عارفين، وكل سنة وانتم طيبين وبمناسبة شهر رمضان المبارك. الحمام يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، طبعا داخلين علشان نفطره، فالكيس الخلطة اتقطع مننا، فالحمام عمل هجوم على العلف بتاع الحمام. قلنا نصور لحبايبنا الكام حمامة اللي موجودين عندنا. وحاجة مهمة قوي في الأيام ديت نخلي بالنا منها، انتشار الأمراض في تغيير الجو، انتشار الأمراض في غية الحمام في تغيير الجو اللي احنا فيه. طبعا الجو بيحرر بالنهار وبيبرد بالليل، فاحنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على التهوية بتاعتنا. والمية بتاعت الحمام، تقديم المية للحمام لازم يكون فيها توم وحاجات مضادات حيوي ورافع مناعة للطيور في قلب المية. عندنا الحمام طول ما انت بتديله توم وليمون على المية طبعا في الصبح، الحمام هيبقى رافع مناعة، وفي نفس الوقت هيبقى وقاية من الأمراض في تغيير المناخ وتغيير الجو اللي احنا فيه. لأن طبعا الحمام طير جميل، طير حلو، بيحب الاستقرار، وفي نفس الوقت عاوز انك تراعيه، عاوز انك تراعيه. السقايات دايما باستمرار تبقى نضيفة، السقايات دايما باستمرار تبقى نضيفة، وتقدم التوم على المية يكون طبعا انت عاملها على بيات، وفي نفس الوقت قبل ما تعلف تكون مجهزها على الأقل حتى 5 ساعات أو 6 ساعات. وفي نفس الوقت يكون الحمام عندك عطشان، تكون السقايات فاضية، تعلف الحمام، تكلفه بمعنى أصح الخلطة الحلوة بتاعتك، وفي نفس الوقت تقدم له المية علشان يشرب المية بالثوم والليمون والحاجات الطبيعية، لأن ديت طبعا بترفع من مناعة فرد الحمام، وفي نفس الوقت بتديك وقاية للحمام. نتمنى من حبايبنا ومشتركينا اللي بيشوفونا دلوقتي، طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل عشان يصلك كل جديد وحصري. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم.